في أيام بتعدي كأنها سنين. صوت عالي، دماغ مشوشة، قلب تعبان ونفسك في حاجة بسيطة تطبطب عليكي، بس مفيش وقت ولا طاقة. هقولك على لحظة بسيطة جدا هترجعي لنفسك كل حاجة حلوة. عارفة هي ايه؟ وانتي واقفة في المطبخ بتحضري وصفة كده لبشرتك ولقيتي البخار طالع من الحلة. خلي وشك يحس بالبخار ده وقلبك كمان. بس قبل ما اقولك عملت ايه، تعالي نبدأ بحاجة حلوة. صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقولي من قلبك: يا رب ارزقني راحة نفس. حتى لو راحة نفسك دي كانت في معلقة بخار. تخيلوا بقى، الوصفة دي فيها 4 حاجات بس كل واحدة فيهم بتقولك أنا معاكي. لأن مية الورد بتحسسك براحة وبتطمنك كأنك بالظبط في مكان نظيف وجميل. وبذور الكتان بتتحول لهلام طبيعي بيحضن بشرتك زي ما كنتي محتاجة حضن من بدري. عايزين رز أبيض؟ يمكن تحسيه ممل شوية بس فيه سر، بيفتح البشرة وبيخليها هادية كأنها ارتاحت فعلا. ولبان الذكر بقى، ريحته اللي بتفكرني بالهدوء وبالناس اللي كان صوتهم دايما بيطمن. اغليهم على نار هادية وخليهم يطلعوا البخار، وقربي وشك منه شوية شوية. وكل دقيقة حسي ان كل التعب اللي جواكي طلع مع البخار ده. ازاي كل حاجة ليها ميعاد الا راحتي؟ بعد البخار ده هتجيبي كده قطعة من القطن وهتحطيها في المية بتاعتنا وتمسحي بيها كل الوش بتاعك بس بالراحة. كل لمسة كأنها كانت بوسة خفيفة او اعتذار متأخر. وبعد كده خدي شوية من الخليط ده بعد ما برد وحطيه زي الماسك كده على وشك، طبقة خفيفة، وسيبيه لمدة 20 دقيقة. اقعدي بقى في نور هادي، سيبي الموبايل، اسمعي صوت بس خفيف، وخليكي كده شايفة البخار لسه طالع شوية من الحلة. اغسلي بقى وشك بعد ما تفوت المدة اللي اتفقنا عليها. هتلاقي وشك بدون مبالغة بينور. بس النور ده ما كانش من الماسك على فكرة، كان من جواكي انتي. انا عارفة انك تعبانة بس جواكي قوة. قوة تلاقي السلام حتى وسط بخار الحلة. الوصفة دي مش بس لبشرتك، دي طبطبة وحضن، لحظة بتقولي فيها لنفسك أنا بستاهل الراحة حتى لو في معلقة بخار. أنا عايزاكي تجربيها وتشاركيني إحساسك في الكومنتات. ويا ترى بقى إيه أكتر حاجة بتحسي إنها بتلمك على روحك التانية؟ يلا بقى شوفوا الوصفة دي وجربوها واستخدموها زي ما قلتلكم بالظبط، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. شيروه بقى لكل أصحابكم اللي بيحبوا الوصفات الطبيعية وبيحبوا ينفذوها كمان.